السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة لما نعمل الطعمية او الفلافل هنعملها بدون كبة بدون مفرمة. هنعمل النهاردة الطعمية في الخلاط. اول مرة بجرب الطريقة دي لكن بصراحة انبهرت من النتيجة. ريحتها وطعمها بجد تحفة، كمان هنخزن منها لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة معايا كيلو الا ربع من الفول المقشر، وده نفسه بيكون الفول اللي بنعمل منه البصارة. هبدأ بقى افضي كمية الفول اللي معايا في طبق بالشكل ده، وضروري ان احنا بننقي الفول كويس جدا علشان نستبعد اي حباية مش نظيفة. اللهم بارك، الفول نظيف جدا طبعا، بصيت فيه كتير. الفول تحفة ما شاء الله. طيب هبدأ بقى اشطفه كده بالمية، وبعد كده هنبدأ نغطيه بكمية مية حلوة. هبدأ بقى اسيبه يتنقع كده لمدة ليلة كاملة. انا غطيته بالمية وهسيبه من بالليل لتاني يوم الصبح. طبعا لو بالنهار ضروري ان احنا بنغير عليه المية مرتين تلاتة. تمام. ده كده شكل الفول بتاعي بعد ما نقعته 12 ساعة كاملين. بصوا بقى الحباية طريت كده وبقت تتكسر معايا بسهولة. صفيت من عليه المية وحطيته في مصفى بالشكل ده، وطبعا تحتها طبق علشان يصفي اي بواقي مية فيه. عندي بقى هنا حزمتين من الكرات البلدي. تمام. وعندي كمان يعني نص حزمة كده من الخضرة المشكلة. ما نكترش من الخضرة علشان الخضرة بتغمق لون الطعمية. هبدأ بقى أقطعهم بالشكل ده، طبعا الخضار مغسول ومتصفي من المية كويس. أبدأ بقى أقطعهم بالشكل ده. وعندي كمان كام قرن من الفلفل الأخضر، وعندي كمان نص راس من الثوم، وعندي بصلاية متوسطة. تمام كده. هبدأ بقى أقطع كده كل الخضار اللي معايا. قطعت كده نص راس الثوم، وهبدأ كمان أقطع البصلاية بتاعتي بالشكل ده. وعندي قرنين الفلفل الحامي، ممكن ما تضيفوهمش. الفلفل الأخضر ده اختياري، ممكن نضيفه ممكن ما نضيفهوش، بس هو بيدي طعم حلو أوي للطعمية. تمام كده. قطعنا كده كل الخضار اللي معانا وبدأنا نقلبه على كمية الفول. تمام. هقلب بقى الفول مع الخضار كويس. وهنا بقى مش هنضيف عيش مبلول، مش هنضيف بطاطس، مش هنضيف اي اضافات مع الفول. هي بس الاضافات اللي احنا حاطينها دي. تعالوا بقى لما نجيب شفشق الخلاط ونبدأ نحط الكمية اللي احنا عايزينها. طبعا لو مليت الشفشق بالطريقة دي ايه اللي هيحصل؟ الخلاط هيتحرق. هيتحرق حتى من قبل ما تشغليه، انت متخيلة؟ طبعا ما تعمليش كده ابدا. الطريقة دي هتولع لك الخلاط من أول مرة مهما كانت قوة الخلاط. فإحنا هنعمل بقى إيه؟ هناخد كل الكمية دي تاني، أنا بس بوريكي عشان لو حطيتي كمية كبيرة في الخلاط فعليا الخلاط هيتحرق. فتعالي بقى كده نشوف الكمية اللي إحنا هنحطها قد إيه. بداية هنضيف في شفشق الخلاط من كوباية لكوباية إلا ربع من المية. تمام، دي أول حاجة. هبدأ بقى بالكوباية كده، وهنبدأ نحط كوباية كوباية. حطينا كده كوباية من الفول بتاعنا، وهنبدأ بقى نشغل الخلاط. لو عندك السرعة الترددية يبقى هنبدأ نشغل كده سرعات متقطعة في الأول لحد الخلاط بتاعنا ما يبدأ يشتغل بالشكل ده. هنا بقى مفيش أي مشكلة على الخلاط. هتعملي أي كمية طعمية، لو حتى معاكي 5 كيلو فول هتقدري فعلا تخلصيهم في أقل من نص ساعة. بصوا بقى هنا بدأنا كده نشغل الخلاط، وما شاء الله الخلاط ماشي معانا بسلاسة. تمام. بعد بقى أما بنخلص الضرب بالشكل ده هبدأ أجيب مصفى، وطبعا تحتها طبق، وهنبدأ نصفي بقى المية اللي احنا حطيناها. ما هي كمية المية دي هي اللي هنشغل بيها كل كمية الفول اللي موجود معانا. انتوا متخيلين؟ بجد الطريقة سهلة جدا، بس زي ما قلت لكم عايزة حرص على الخلاط علشان لا قدر الله الخلاط ما يتحرقش ويسبب لنا مشكلة. تمام. هبدأ بقى في المصفى بالشكل ده، وببدأ أصفي كده الكمية اللي معايا. عايزة أقول لكم إن فعلا الطعمية ناعمة وتحفة بجد جميلة جدا، يعني أحلى من اللي بنعملها في الكبة بكتير. طيب هنا كده صفيت الطعمية بتاعتي بالشكل ده. هبدأ بقى أحطها في طبق تاني. وتعالوا بقى ناخد كمية المية دي وهبدأ أنزل بيها برضو في الخلاط،
وهنبدأ نحط كوباية واحدة بس من الفول، وهنرجع نشغل. طيب لو حسينا ان كمية المية قلت، احنا كده كنا بادئين بكوباية الا ربع، قلتلك ممكن تبقى كوباية كاملة من المية. كوباية المية هتشغل لنا كل الكمية اللي موجودة معانا. وتعالوا بقى في الاخر نشوف المية دي هنعمل فيها ايه. تمام. هنا كده برضو هبدأ اخد الكمية بالشكل ده وفي المصفى، وهنبدأ نصفيها كده بالسباتيولا او بالمعلقة. هنضغط كده عليها عشان تصفي لنا كده كل المية اللي موجودة معانا. بس كده. الطريقة فعلا سهلة جدا وموفرة كمان في الوقت، وفعلا بتطلع نتيجة الطعمية وهمية. تعالوا بقى هنا ناخد تاني برضو المية، ونبدأ برضو نحط كوباية واحدة كده من الطعمية أو من الفول، ونبدأ نشغل عليها الخلاط. بس كده خلصنا كده كل كمية الفول اللي موجودة معانا. ودي كده كمية المية اللي صفناها خلاص بقى ما احناش عايزينها. بصوا بقى تقريبا وصلوا معانا لنص كوباية من السوائل بالشكل ده. خلاص كده هنكبها، مش محتاجينها أبدا. تمام. بصوا بقى الجمال، بجد تحفة تحفة بجد. طيب عايزينها بقى تبقى هشة كده وخفيفة ومش مكتومة زي اللي بنشتريها من المطاعم. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى المضرب الكهربائي او حتى المضرب اليدوي، بس طبعا المضرب اليدوي هياخد منك وقت كتير. فاحنا بالمضرب الكهربائي، وهنبدأ نخفق كده في عجينة الطعمية لمدة 5 دقايق بس مش اكتر. هنا احنا بندخل الطعمية هوا علشان تبقى خفيفة كده وهشة، وتبقى زي اللي بناكلها او زي اللي بنشتريها من المطاعم بالظبط. بصوا بقى، بصوا ما شاء الله الكمية بقت قد ايه، وعجينة الطعمية بجد اكتر من روعة. جميلة جدا، عجباني بجد. بصوا كمان النعومة اللي فيها. طيب هنا بقى انا هبدأ اكيس بقى الطعمية دي لان انا هشيلها لرمضان. هبدأ بقى اجيب اكياس التلاجة بتاعتي طبعا على حسب الوجبة او على حسب حجم الكيس اللي انت عايزاه. وهنبدأ نحط كده كمية الطعمية، وهبدأ افردها في الكيس. وهنا انا هبدأ اقسم الكيس ده على جزئين بس كده. ببدأ أطبقه على 2 بالشكل ده، بحيث إن أنا لما أجي أحتاج ببدأ أخد نصه بس، وبقفل على النص التاني. أنا دايما بفرز عجينة الطعمية بالطريقة دي. بس كده بجد بتقعد عندي لو قعدت سنة بتفضل بنفس اللون بتاعها، لونها مش بيتغير ولا طعمها أبدا. بس طبعا هنا عجينة الطعمية اللي بتتفرز ما بينضف لهاش أي إضافات، ما بتتبلش وما بينضف لهاش أي حاجة خالص. بس كده دول كده اللي انا هوديهم على الفريزر بالشكل ده. تمام. على الفريزر بقى، وتعالوا لما نجرب بقى مع بعض احلى طعمية ممكن تعمليها في البيت. بجد ريحتها كانت قلب الدنيا. تعالوا بقى هنا نبدأ نتبلها ملح وكمون وكزبرة ناشفة. أنا مش بضيف لعجينة الطعمية أي حاجة تانية، ملح كمون كزبرة بس كده. ممكن بقى تضيفي كده على طرف المعلقة نعناع مجفف أو حتى شمر زي ما انت عايزة، بس أنا مش بضيف غير ملح كمون كزبرة بس. تقدري كمان تضيفي رشة بسيطة جدا من الكربوناتو أو البيكنج باودر، بس هي هنا ما هيش محتاجة لأن احنا لسه عاملينها. لكن اللي في الفريزر لما اجي اعمل منها هبدأ اضيف لها على طرف المعلقة كربوناتو. تعالوا بقى هنا حطينا طاسة كده فيها زيت على النار، واهم حاجة الزيت يكون سخن جدا. هبدأ بقى انا بحط كده كزبرة خضراء مقطعاها صغير، وعندي كمان سمسم، وتقدري تعمليها سادة خالص من غير اي حاجة. وجنبي كمان طبق صغير فيه مية، وابدأ بقى اشكلها بالمعلقة بالشكل ده. اول مشكلة بتقابلنا في الطعمية هي ان الطعمية تفك معانا في الزيت. طبعا النهاردة الطعمية بتاعتنا مش هتفك ابدا في الزيت. بصوا بقى الجمال، تقدري بقى تشكليها بأي طريقة. بصوا الطريقة دي كمان، طريقة التشكيل في المعلقة دي بتكون سهلة جدا. أول بقى لما بملى الطاسة بالشكل ده ببدأ أهدي النار وأخليها للنص في البداية، بس النار بتكون عالية علشان خاطر الطعمية ما تلزقش في الطاسة وكمان ما تشربش زيت. لكن ببدأ بقى أهدي النار كده وأخليها للنص، وهبدأ بقى أول ما أحس كده إن هي بدأت تلون من تحت هبدأ أقلب فيها. بصوا بقى نفشت كده وانتفخت وبقت حلوة جدا. جميلة يا جماعة بجد، ريحتها وهمية. بصوا كمان اللون بتاعها تحفة. بس ببدأ بقى أقلب فيها كده باستمرار
بس طبعا ما نقلبش غير لما نتأكد ان هي بدأت تلون من تحت. بس كده ابدأ بقى اخرجها. عايزة اقول لكم نفسي بجد اسمعكم الصوت مقرمشة جدا. تمام، على حسب بقى ما تحبي. في ناس بتحبها تكون ناشفة قوي، وفي ناس بتحبها تكون جوسي كده شوية من القلب. انا بحبها بصراحة تكون طرية سنة كده من قلبها، علشان خاطر ما تبقاش مقرمشة قوي. بس كده، ده كده شكل الطعمية بتاعتنا. بجد اكتر من تحفة، طعمها جميل جدا. جربوها بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كل المقادير بسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف، وشوفوها. ما تنسوش اللايك والشير كتير للفيديو، كمان الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.